السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم مطبخ فاتي 21. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نشارك معكم هاد الكيكه، يعني كيك يومي، كيك عادي غير انا حضرته بهاد المول هذا اللي تيجي بحال الكويسات. وهاد الكيكه هذه منصمه بالحامض، يعني دايره فيها قشور الحامض وعصير الحامض. وبلا ما نطول عليكم بزاف شوفوا المقادير كذلك طريقه التحضير. ومرحبا بكم معايا مره واحده اخرى. احتاجيت هنا 4 البيضات، 2 اكياس ديال الخميره، كيس ديال الفانيلا، عصير حامضه، كاس ديال السكر صغير، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال الياغورت. واحتاجيت قشور حامضه محكوكين في الجهه بالحكاكه في الجهه الرقيقه، والدقيق حسب الخليط. ودائما تنضيفوا قريصه ديال الملحه. اول حاجه خديت هنايا زلافه كما كتشوفوا، هرست فيها هذيك البيضات. غادي نضيف عليها قريصه ديال الملحه، غادي نضيف كذلك كيس ديال الفانيلا، وغادي نضيف السكر. دائما السكر تيبقى على حسب الذوق. انا درت هنا كاس صغير، يعني هاد الكيسان اللي درت ديال الزيت وديال السكر تقريبا قدهم قد ديك الكاس ديال دارون. بحال دابا مثلا ديك الكاس ديال الياغورت عبروا غيديه. صافي هنا خديت الخلاط الكهربائي، يعني طربوا بالخلاط الكهربائي ولا باليدوي، غير انا بعد خطره يجيني العجز على داك الخلاط اليدوي، كيعجبني الكهربائي دغيا دغيا. هنا كنبقى نطرب ديك البيض مزيان حتى كيطلع، يعني حتى كيتضاعف الحجم ديالو. غير الصبر بحال هكا بالطراب هكا كنخلطو فيه ساعه كيطلع. هنا من بعد ما طلع ليا البيض كما كتشوفوا، يعني تبدل اللون ديال البيض وقصح شي شويه، مبقاش جاري كيكان. هنا غادي نحبس الخلاط ونهز الكاس ديال الزيت كما شفتوا. غنعاود حيت ما تنديرش الزيت في مره، كنبقى نديرو غير بشويه بحال هكا كما كتشوفوا. هنا كنخلط في نفس الوقت، غادي نستمر بحال هكا كنخلط ونضيف ديك الياغورت الطبيعي اللي درت، عفوا ماشي طبيعي راه بالسكر هذا اللي درتو، ودرتو بنكهه الفاني. نتوما كيبقى لكم اختيار، ديروه سواء طبيعي ولا ديروه باي نكهه بغيتو، ولا بلي متوفر عندكم في الدار، ولا بلاص هاد الياغورت تضيفوا الحليب ولا اللي كان، يعني ماشي ضروري تيكون الياغورت. صافي تنستمر بحال هكا بين ما ندمج لي ديك الياغورت اللي درت مع داك الخليط الاول. هنا غادي نضيف الدقيق، ناخذ واحد الصفايه كما كتشوف بحال هكا. وبالنسبه للدقيق ما غاديش نديرو في مره، نبقى نضيف شويه بشويه، حيت كما كتعرفوا النوعيه ديال الفرص حنا ما كنتحكموش فيها، يعني بعد خطره تيكون تيشرب وكتصدق الكيكه ما كتهزلكش ديك القياس اللي كنتي حاطه حداك. وبعد خطره كيوقع العكس، يعني واخا كتكوني حاطه القياس هو هذاك، ضروري كتضطري انك تزيدي على حسب. بعد خطره تيكون كما قلت لكم الدقيق ما تيشربش، ولا تيكون تيشرب، ولا كذلك على حسب الحجم ديال البيض، مره تيكون عندنا صغير مره تيكون كبير. داكشي علاش الدقيق دائما كنتحكموش بالقياس ديالو، يعني كتبقى عينك ميزانك. هنا ضفت الكميه ديال الدقيق كما شفتوا، وصافي حبست الخلاط الكهربائي، خديت اليدوي. دابا غادي نضيف هنايا الدقيق، باقي خصني نضيف شي شويه الدقيق حيت كما كتشوفوا باقا خفيفه شي شويه. غادي نضيف هاد شويه الدقيق هو اللي غادي نزيد هادشي اللي تشوف الصفايه صافي. وغادي نضيف كذلك داك 2 اكياس ديال الخميره، حتى هما غادي نغربلهم. يعني كيكه ساهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يعني ساهله. يتبعوا المقادير الطريقه وان شاء الله غتنجح معكم، واخا تكوني ما عمرك صوبتي الكيكه ولا مثلا، يعني ما غتاخذ منك لا وقت لا كثرة المقادير لا حتى شي حاجه. يعني في ساعه توجديها، سواء الكوتي سواء توجديها مثلا في الصباح تخيل. كاين اللي تيصاوب الكيكه كيبغي الكيكه تكون عنده دائما في الدار، ماشي ضروري حتى تتبغي دير الكوتي عاد تصاوبيها. كاين اللي كيديرها بحال مثلا الخرجات بحال هكا، وكاين اللي كيديرها بحال مثلا كيعطيها لوليدات المدرسه. يعني كل واحد ويعني الكيكات اغلبيه ما كيخطاوش بالديور، اغلبيه ما تيخطاوش يعني حتى شي دار، يعني اغلبيه كيصاوبوهم. اللي ما تيصاوبهاش مره مثلا اللي ما تيصاوبهاش كل نهار كيصاوبها نهار ونهار لا، ولا مثلا يعني اللي ما كيصاوبهاش كاع كيصاوبها مره في السيمانه. يعني ضروري الكيكات كنصاوبوهم، غير هي كنبقاو نتفنوا فيهم. سواء كاين اللي كيدير بالشكلاط، كاين اللي كيدير بالكاكاو، كاين اللي كيدير بالفواكه الجافه، بالحامض، بالحليب، يعني بزاف 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 تبارك الله الخير موجود. هنا من بعد ما كملت كيما شفتوا معايا،
ضفت عليه هذاك حتى خليت داك الحامض هو الاخر كاع. عاد ضفت ديك النص داك نص كاس تقريبا ما وصلش نص كاس، يعني عصير حامضه وحده. ودرت ديك قشور ديال البرتقال، درت تقريبا نص ديال عفوا ديال الليمون، درت نص قشر يعني حكا انا ليمونه قشور ديالها. ضفت النص والنص خليته على اساس الكريمه، حيت مزال نصاوب الكريمه ضروري خصني ندير فيها قشور الحامض. هنا خديت هاد المول هذا كيما شفتوا، وهاد هاد المول هادو ما كيلصقوش، ولكن انا سبحان الله معمرني جربته بلا تلصق، يعني عمري جربته عفوا بلا ما ندهن، ولكن دائما كندهن. تنقول انا صافي مشات فينا يدينا كتجيني ما كتجيني شي حاجه اللي صعيبه باش ندهن، صافي دغيا كندهنو عادي. دابا غادي ندخلها هنا للفران كما كتشوفوا، يعني الطياب ديال الفران راكم عارفين كيفاش. غير هي هاد ليمول ديال الكغانيط هادو يعني في ساعه الكيكه ديالهم كطيب، يعني واخا ما كتكوني حاسبه لها كتجي تلقاها تحمرات كلها. يعني هذا هو الميزه اللي في هاد الليمون هادو، زوينه بزاف. هنا بعد ما طابت كما شفتوا خليتها بردات واحد شويه وقلبتها في هاد هنايا في هاد الطبق اللي غادي نقدم فيه بحال هكا كما شفتوا. هنا هاد الكريمه درت فيها كاس ونص ديال الحليب بعبر كاس ديال العنبه، ودرت فيها 2 معالق كبار ديال النشا، ودرت فيها معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وضفت عليها الباقي ديال القشور ديال الحامض اللي بقاو لي وصافي. يعني درت ديك الحليب مع النشا والسكر، درت مع البوطه حتى عقدات، وبعد ما خرجتها محيتها من البوطه عاد ضفت فيها ديك القشور ديال الحامض. وكما شفتوا معايا بحال هكا وتنزين بها بحال هكا وهي سخونه كنحطها، حيت الا خيناها بردات غادي تعقد وما غاديش تعطيك يعني غتبقى تكور لك، ما غاديش تعطيك شكل مزيون الا بغيتي تزيني بها بحال هكا. صافي انا حطيت بحال هكا الكريمه بحال هكا، وغادي نضيف عليها ضفت عليها الفويسين، وضفت عليها ديك الشعريه ديال الشكلاط، وضفت ديك الورق الذهبي. بالنسبه هنا للتزيين يعني ديروا اي حاجه عندكم في الدار اللي بغيتو. وبالنسبه لبلاصه الكريمه الا بغيتوش ديروا كريمه بزاف ما يدار، يعني بزاف ما يدار شكلاط، واخا غير داك دانيط ديال الشكلاط يعني بزاف ما يدار. وبالنسبه كذلك للكيكه انا ضفتها في هذا المول هذا ديال الكويسات. نتوما اي مول عندكم سواء طويل سواء مربع سواء دائري سواء قليب، يعني اي مول عندكم. وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرته معايا، وكما تبعتوا معايا من بدايه الفيديو حتى لهاد المرحله هذه. وكما شفتوا يعني ما فيهاش كثره المقادير وما فيهاش كثره المراحل، يعني كيكه جد سهله، يعني كيكه تستحق التجربه. وتنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وتنقل للناس اللي اول مره شافوا هذا الفيديو اول مره شافوا القناه ديالي مرحبا بكم، مرحبا بكم 100,000 مرحبا. وتتمنى لو كنتم مشتركين في القناه تشتركوا تدعموني وتخليوا لي لايك واشتراك، هذا فضلا وليس امرا. وحتى لهنا تنكون وصلنا لهذا الفيديو. تنبغي نقول لكم شكرا بزاف بزاف على مشاهده الفيديو، ونتلاقى ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.